السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة جديدة وفيديو جديد، وهنعمل النهاردة مع بعض فطاير السوسيس. لو محتارة الصبح في فطار هتبقى جاهزة جدا بالنسبة لك من غير ما تعملي سندوتشات ولا اي حاجة، او لو حتى هناخدها كده عشاء بالليل، بجد بتبقى طعمها حلو جدا ولذيذة كده وجميلة. بالنسبة بقى للتسوية، بالنسبة العجينة نفسها قد ايه هشة وقطنية جدا، والنتيجة زي ما انتم شايفينها نتيجة ممتازة قوي. بالنسبة للناس اللي هي مبتدئة او الناس اللي هي بتخاف تعمل معجنات يبقى فيها اي مشكلة هتقابلها، هنعالج كل الحاجات دي. ما تنسيش اللايك، خليكي معايا لاخر فيديو. يلا بينا. هشتغل النهارده بنص كيلو من الدقيق. بالنسبه لنوعه، يا دقيق المخبوزات ده في المقام الاول يعني، يا دقيق جميع الاغراض، وده بيبقى متوفر يعني في كل الاماكن. حطيت هنا ربع معلقه صغيره على كميه الدقيق، وطبعا لو عايزه تضعفيها بتضعفي كل المقادير اللي احنا هنقول عليها دلوقتي. نيجي هنا بقى، سواء في بولة لو اشتغل على ايديا يعني، او في عجان، الاتنين هتبقى برضو نتيجتهم واحدة، ولكن هيفرقوا بس في الوقت. ده اللي بيخلي مثلا الواحد يشتغل على دي او في العجان. نزلت هنا 4 معالق كبار من الزبادي او 140 جرام، وكمان نزلت عليهم حوالي كده نص كوباية من المية، والباقي ده احتاجته او ما احتاجتوش، ده بيرجع على حسب امتصاص الدقيق نفسه للمية. نزلت كمان معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، وكمان عندي 3 معالق كبار من الزيت، وهنا عندي بياض بيضة، وكمان حطيت معلقة كبيرة من الخل. هضربهم بشكل كويس جدا بحيث ان السكر عندي كده يدوب بشكل كويس، وكمان لازم ابقى متأكدة كويس جدا ان الخميرة بتاعتي شغالة ومتفاعلة. غير كده او لو انا مش متأكدة منها لازم اعمل تيست الاول قبل ما احط كل المكونات دي، وتبقى تكلفة على الفاضي. طبعا هنا ببتدي انزل عندي كميه دي اللي هي النص كيلو. هنا ببتدي اشغل عندي العجان. لو هشتغل في العجان بالنسبه يعني لمده العجن قد ايه، حوالي 7 او 8 دقايق، ممكن تكتر شويه يعني حوالي 4 دقايق لو انا هشتغل على ايديا، لو انا هعجن على ايديا. لكن زي ما قلنا في الحالتين هناخد برضه نتيجة كويسة. بعد حوالي دقيقة كده من العجن او دقيقتين، بشوف لو العجينة هتحتاج معايا مادة سايلة، يعني ازود مية او لا. هنا كانت العجينة قاسية شوية، يعني ناشفة شوية، محتاجة معلقة بس من المية وتبقى ظبطت معايا وتمام جدا. هبتدي بقى يعني اشغل عندي العجان لحد ما تروح معايا المية دي في قلب العجينة، وما يبقاش فيه اي اثر خالص للمية. هبتدي بقى اسيبها حوالي 3 او 4 دقايق واوقف. هنا العجينه خلاص بقت تمام جدا، وعجينه كويسه قوي، طريه ولكن ما بتلزقش زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنزل عندي العجينه وانزل عليها معلقه كبيره من الزبده او 30 جرام من الزبده، يعني تعتبر بدرجه حراره المطبخ عشان ما تاخدش معايا وقت كتير على ما تروح في العجينه. وعايزه اقول لك الزبده بتدي طراوه كده للعجينه، بتخليها هشه وبتخليها جميله جدا. بالمناسبه للناس اللي اول مره تشتغل في المعجنات وحطينا زبده على العجينه، فاول العجن لو اشتغلتي على ايديك او حتى في العجان هتبص تلاقي العجين فصل معاكي وابتدى يبقى شكله غريب كده، وتبص تلاقي العجينه معاكي شكلها اتلخبط خالص. ولكن مع العجن هيرجع شكل العجينه بصراحه حلو جدا، وهترجع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس اهم حاجه نديها يعني حقها كده في العجن، سواء على ايدينا او حتى في العجان. وده بيبقى شكل العجينه معايا بعد ما اخدت حوالي 7 دقايق. ببتدي احطها عندي في بوله واسيبها لما تتخمر معايا. بالنسبه بقى يعني الجو اللي احنا فيه ده، و طبعا درجه حراره عاليه جدا، فمش بسيبها لحد ما تختمر اختمار كامل. انا بسيبها حوالي ربع ساعه، برضو بتبقى خدت تخمير كويس، وهي لسه كمان بعد التشكيل هيبقى ليها تخميره تانية. هنا بعد ما اخدت حوالي ربع ساعه، ببتدي ان انا اعملها رول واقطعها. بالنسبه لكل قطعه بقى، عايزه تعمليها كبيره او صغيره، ده بيبقى على حسب راحتك انتي، وكمان على حسب السمك كده بتاع السوسيس. لو رفيع بنبتدي نعمل الكرات بتاعتنا صغيره شويه، لو عريض شويه سميك شويه بنعملها كبيره. تمام. ولو عندك ميزان وعايزه توزني يعني كلهم قد بعض، يبقى وزن كل كوره من 70 ل 75 جرام، ده وزن مثالي وكمان مناسب لحجم السوسيس اللي هو بيبقى موجود في اي مكان. ببتدي ان انا اكورهم بالشكل ده كلهم، ما بسيبش العجينه تريح معايا ولا اي حاجه. انا برضو على ما بخلص يعني تقوير او تقريص بتكون بالفعل العجينه ريحت، فمش هسيبها انها تريح خالص. اول ما بخلص ببتدي اخد من اول واحده اشتغلتها، وبفرد العجينه عندي بمردنه زي ما شفتوا بالشكل ده. ما بروحش واجي كتير، هي فرده بسيطه خالص بشكل بيضاوي. وبجيب عندي السكينه
واعمل خطوط كده 5 خطوط على اليمين و5 خطوط على الشمال، بس مهم جدا ان هما كمان يبقوا قصاد بعض عشان يدوني الشكل بشكل كويس، يعني يدوني الشكل مظبوط من غير ما يبقى فيه اي مشكله. بحط عندي بقى السوسيس في النص وببتدي اغطي عليه بالشرايط اللي احنا عملناها واحده فوق واحده لحد ما بخلصهم كلهم. بس كمان لازم اظبطهم زي ما انتم شايفين عشان يدونا شكل يعني الضفيره الى حد ما. عايزه اقول لك طريقه بسيطه وسهله كده وجميله، لو حتى مش هنعملها للبيت، نعملها مثلا لو احنا رايحين رحله، لو احنا خارجين، بجد بتنفع جدا من غير ما نعمل اي سندوتشات ولا اي حاجه. هنا برضو عايزه اكرر لك نفس يعني الشكل كده تاني. بفرد فرد بسيط خالص، العجينه عندي ما تبقاش رفيعه، تبقى سميكه الى حد ما، وكمان الخطوط تبقى قد بعض وتبقى قدام بعض كويس. دي برضو حاجة لازم اخلي بالي منها. ما بدهنش اي حاجة خالص على العجينة، ببتدي احط عندي السوسيس اظبطه كده في النص بالظبط، والم عندي العجينة بالشكل الموضح طبعا. زي ما قلنا سهل كده وجميل وبسيط. نتكلم بقى على العجينة نفسها، نقدر نعمل منها اشكال كتيرة قوي، مش شرط الشكل ده الشكل اللي احنا عايزينه، وكمان نقدر نغير في الحشوة، وكمان هنغير في شكل العجينة في التشكيل بتاع العجينة، لان يعني الشكل اللي احنا عملناه ده مناسب جدا للسوسيس لان هو بالطول، فمدينا المساحة ان احنا نقدر نعمل شكل الضفيرة ده عليه. لكن لو عايزة بقى تحشي جبنة، تحشي اي حشوة تانية، نقدر نعمل شكل تاني. وطبعا النتيجة اهم عندنا كمان في العجينة، يعني العجينة مدامت حلوة مدامت مخدومة كويس، نقدر نعمل منها اي شكل واي حشوة، مفيش اي مشكلة فيها خالص. للناس كمان اللي هي بتحب تعمل كمية كبيرة من المعجنات وتشال في الفريزر، عايزة اقولك دي برضو من الحاجات اللي بتبقى حلوة قوي ومنجزة جدا، يعني طلعي تسخني على طول وتبقى جاهزة جدا وتمام قوي. هنا بعد ما خلصت عندي الصنيتين، هما النص كيلو عمل معايا 12 قطعة، وطبعا القطعة حجمها كويس مش حجمها صغير. بسيبها عندي هنا طبعا حوالي نص ساعة لما الحجم بتاعها يتضاعف. نيجي هنا بقى لدهان التلميع او دهان الوش، صفار بيضة ومعلقة كبيرة من المية، معلقة كبيرة من الخل، وبربهم شكل كويس جدا. وهنا بعد ما عدى حوالي نص ساعة على الفطاير بتاعتي، ابتدى طبعا الحجم بتاعها يتضاعف. بالمناسبة قبل ما انسى، لو عندك الصينية بتلزق او حاجة، دهنة لا تذكر كده من الزيت، وتبتدي انك ترصي عندك الفطاير، مفيش مشكلة خالص. بدهن عندي هنا بقى الفطاير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما بحطش عليها اي حاجة. لو تحبي ممكن تحطي عليها زعتر، ممكن تحطي عليها سمسم، مفيش مشكلة، هو بيبقى في الاخر ذوق، يعني تحبي ايه وما تحبيش ايه. نتكلم بقى على خطوة التسوية. بسخن عندي الفرن قبل ما بدخل اي حاجة خالص على درجة حرارة عالية، يعني درجة حرارة 200. ببقى مشغله من تحت، بس بدخل عندي الصاج او الصينيه في الرف اللي في النص. اول لما بياخدوا لون كويس ابتدي اطفي من تحت واشغل الشوايه، ازود لون واغير الصينيه او الصاج بشكل كويس كده، بحيث انهم كلهم ياخدوا اللون الموحد اللي انتم شايفينه ده. عايزه اقول لكم بصراحه تحفه وريحه مفيش احلى من كده. اتمنى تكون عجبتك وجربيها. ما تنسيش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.